السلام عليكم. المنتخب المغربي توج بكأس افريقيا لعام 2025. الكأس انتزع من السنغال كما تنزع الشعر من العجين، يعني غير بشويه خدينا الكأس، غير بالقانون. حنا فرحانين بزاف بخير، كأس افريقيا خداه المغرب قانونيا، واعداء المغرب والمغاربه في حسرة كبيرة لم يستوعبوا هذا الخبر المفاجئ والسار والمفرح جدا للمغاربة. ولكن حنا بخير فرحانين، المغاربة كاملين غادي يطيروا بالفرحة، ولكن غي النص ديال الفرحة. فوقاش غادي تكمل الفرحة ديال جميع المغاربة؟ هي عندما تضغط الدولة على الباترونة وأصحاب الشركات باش يكون نهار الاثنين ثالث عيد عطلة استثنائية لجميع المغاربة وليس للبعض فقط. يعني العام الخاص لا، اللي خدامين مع الدولة عندهم عطلة استثنائية نهار الاثنين يوم الاثنين ثالث عيد، واللي خدام مع الشركات والمعامل والمصانع الخاص غادي يخدموا نهار العيد. يعني كيفاش يستوعبها العقل؟ شي قابط عطله وشي خدام، شنو زعما هادي حقره ولا ظلم ولا شنو؟ يعني الدوله شنو كتقول للمغاربه؟ المغاربه جميعا سواسيه، يعني المغاربه كلهم بحال بحال، ما كاينش الفرق بين هذا وبين هذا، يعني ما خصهمش يفضلوا شي على شي. واش اللي خدامين مع الدوله العام بشر واللي خدام في الخاص ماشي بشر؟ يعني هذا ماشي حق، كيتسمى تمييز. العام عطلة استثنائية، الخاص يخدموا ويردموا، الشركات واصحاب المعامل والمصانع الباترونة خصهم غير الفلوس، يجمعوا غير الفلوس على حسب فئة من المغاربة العمال. وهذه الفئة المغاربة اللي ما عندهمش عطلة استثنائية، هاد العمال يحسوا بالحقرة بالتمييز، يعني خص الحق يكون على جميع المغاربة. واش المغاربة سواسية غير في الوراق؟ خص يكون في الواقع، ونتمناو من الحكومة تضغط بزاف وبزاف على الباترونة واصحاب الشركات والمعامل باش يعطيو العمال عطلة استثنائية كذلك نهار الاثنين ثالث عيد. وبغيت نعرف واش هادشي اللي قلت انا على حق ولا لا؟ يعني الجواب ديالكم في التعليقات، نشوفوا واش راكم معايا ولا ماشي معايا. انا يمكن غير تنخربق وغير تنقول شي حاجه ما كايناش.